السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدين برنامج صدى الملاعب. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة حلقة قوية جدا، حلقة إن شاء الله تنول إعجابكم. أول حاجة هنبدأ بأخبار النادي الأهلي، وزي ما احنا قلنا امبارح إن اعتذار النادي الأهلي كان مهم جدا في كأس الرابطة ومباراة المصري، لأن عندنا مشكلة كبيرة. عندنا بنتكلم إن 14 لاعب هيروحوا المنتخبات، 11 لاعب مع النادي الأهلي في المنتخب الأولمبي، 7 لعيبة. احنا بنتكلم في محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، مروان عطية، حمدي فتحي، بنتكلم في أحمد عبد القادر، بنتكلم في كهربا اللي فيتوريا اجتمع بيه اجتماع منعزل عن الباقي وكلموا بعض الامور. طبعا فيتوريا تألق كهربا الفتره الاخيره والضغط عليه ان هم ما ياخدوش، وكلام راح له اتقال ان كهربا لاعب بيعمل مشاكل ما تاخدوش. حط كل الاقاويل دي كلها وحط الناس كلها في مشكله حقيقيه كهربا بمستواه الجيد اخر مباراتين. فاحنا بنتكلم ان الراجل اقتنع به بعد العرض الجيد، واتكلم بشكل منغلق مع كهربا في امور كتير. طبعا المنتخب الوطني هيلعب يوم 24 ويوم 28، وانت بتتكلم في مباراة يوم 27. الاهلي قدم طلب فعلا رسمي لاتحاد الكوره وكاس الرابطه وعامر حسين، وللاسف طلب كان راح يوم السبت، وانت المفروض تجتمعوا وتفرضوا وتقعدوا وتتناقشوا، تقعدوا يومين 3 تتناقشوا او تشوفوا ايه احسيات. بس النادي الاهلي ما طلبش الا التاجيل. يعني الاهلي فعلا قدم طلب بتاجيل مباراه المصري. مارسيل كولر رافض المباراه عموما. يعني انت بتتكلم ان اللعيبه بتاعته حتى اللي بره هو عاوزهم في حاله ذهنيه وحاله كويسه جدا، تركيزا لمباراة نادي الهلال اللي هنتكلم فيها في اخر الفيديو. عموما كاس الرابطة النهاردة اتحاد الكورة قدم، او معنى صح رفض تقديم او تأجيل المباراة للنادي الاهلي. وده عند الاهلي حلين. الحل الاولاني ان مفيش اي عقوبات في انسحاب النادي الاهلي من كاس الرابطه. تاني حل ان هو يلعب بالناشئين ويدار مداخل الشر، والمصري يصعد ما يصعدش، ما هيش اصلا بطوله مش قويه. وغير كده كمان انا شايف ان الاهلي يعتذر، لان كاس الرابطه مع احترامي لكاس الرابطه واللي بينظم كاس الرابطه، الاهلي اعتذر عن بطوله اقوى اللي هي البطوله العربيه اللي بتتعدى مليارات. انت بتتكلم 10 مليون جنيه، 10 مليون دولار عفوا لجوائزها، والاهلي غير الرعايه اللي الاهلي هيحصل عليها، واعتذر عنها. بيراميدز طبعا زي ما انتم عرفتوا امبارح انه انهزم من الجيش الملكي، والجيش الملكي بقى اصبح اول المجموعه، يليه بيراميدز محتاج اما التعادل اما الفوز ويصعد. وفيوتشر لو فاز على بيراميدز، لان المباراه القادمه فيوتشر وبيراميدز، لو فاز فيوتشر هيصعد، وهيكون ان شاء الله في عندنا فريقين مؤكد ان شاء الله الاهلي لو صعد، وعندنا كده كده فرقه صاعده اما بيراميدز او نادي فيوتشر. فاحنا بنتكلم ان هيكون ان شاء الله فرقتين من مصر المفروض يلعبوهم، والمفروض ان بنتكلم في فرقتين من مصر هينافسوا، اللي كاتحاد الكوره المفروض يوفروا لهم جميع السبل وجميع الراحه في المباريات وما يضغطوهمش. طبعا يا ريت يعني، لان في كمان مباراه الكاس، نهائي الكاس اللي هتتلعب في اوائل ابريل، ممكن يوم 7 أو 8 مع الاهلي وبيراميدز. فاحنا بنتكلم ان بيراميدز هيلعب يوم 2 والاهلي هيلعب يوم 1 ان شاء الله. مباراتهم الا ان شاء الله الصعود، اما بيراميدز اما فيوتشر واما الاهلي اما الهلال، وان شاء الله الاهلي باذن الله. تعال نروح 14 لاعب. اتكلمنا ان محمد عبد المنعم، محمد الشناوي، اتكلمنا ان في احمد عبد القادر،
بنتكلم ان كهربا، بنتكلم حمدي فتحي، بنتكلم مروان عطية، وبنتكلم في عمرو السولية. 7 لاعبين من النادي الاهلي، ضربة قوية في مع المنتخب. تعال نبص على ال3 الافارقه، بنتكلم في ديانج وعلي معلول وبيرسيتاو اللي انضم لجنوب افريقيا. نروح نشوف كده ان رئيس النادي الهلال السوداني وبعض الاعضاء والاعلام السوداني بعامل بلبله، او معنى صح اشتعال، بسبب مباراة النادي الاهلي والهلال. احنا في الاول وفي الاخر ده لقاء عربي، لقاء اشقين شقيقين، ما احناش عاوزين نطلعه بره الموضوع ده. احنا موضوع كله رياضه وكوره. طبعا انتوا قابلتونا بشكل سيء، علي لطفي ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، وفي بعض السباب للخطيب وبعض السباب للسفير المصري، واحنا في الاول وفي الاخر شعب واحد. انا مش عارف كان ايه سبب الكره ده. عموما احنا برضو مش عاوزين نتعدى حاله رياضيه، يعني ما نتعداش ان هي مباراه كره قدم، احنا مش عاوزين نتعداها. ان شاء الله انتوا اهلا وسهلا بكم. وطبعا الفتنه اللي بتحصل والاعلام السوداني اللي بيدخل بعض الاعلاميين وبعض اللعيبه وبعض تصريحات الجمهور ان تخش ان النادي الاهلي وجماهيره يبدا يرد عليكم او يدخل الموضوع ان موضوع صقر. لا، للاسف احنا دوله واحده واحنا عرب كلنا. اللي ماسك الهلال السوداني واتحاد الكوره المفروض يهدوا العمل شويه، وديت مباراه اللي فايز هنسقف له اما الاهلي اما الهلال، وده جمهور النادي الاهلي. طبعا كل واحد بيدعي لفريقه بالفوز، وطبعا احنا هنتعامل على كل شيء في الملعب، مش هنتعامل بره الملعب باذن الله، وهنرد في داخل الملعب. المباراتين بتوع المنتخب الوطني يوم 24 الجمعه القادم ويوم 28 مباراتين مهمتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. وزي ما احنا قلنا لعيبه النادي الاهلي هترجع يوم 28 او يوم 29 من ملاوي، فيكون الضغط كبير. فمباراه بنتكلم ان يوم 31 هيلعبوا، فاحنا عاوزين باقي اللعيبه يكونوا في حاله جيده جدا، ومش عاوزين نطلع بره دايره الاجهاد. في حاجات طالعه كده جديده، تداول بعض التواصل الاجتماعي، بعض مواقع التواصل الاجتماعي، صوره لمحمد طاهر ومحمد الشناوي. طبعا محمد الشناوي مع المنتخب، مش عارف الصوره فين، في معسكر، وبنتكلم مع محمد طاهر. فاحنا بنتكلم ان محمد طاهر واخد اجازه، ممكن يكون هو راح، ممكن هم يكونوا الاثنين راحوا، فديت ما احناش عارفين الصور ديت. بعض الصور متاخده في الامارات، بيعلنوا او بيعرضوا شيء هناك ولابسين تيشيرت العرض. فطبعا عاوزين نتكلم في النقطه ديت، مهمه جدا، احنا مش في توقيتها. واللعيبه بيتكلموا ان بعد خساره صن داونز وحاله التركيز اللي احنا فيها والحاله التاهبيه اما للنادي الاهلي او منتخب مصر، وانتوا تروحوا تعملوا حاجه زي كده. احنا بنتكلم ان اكيد هو محمد طاهر، وممكن يكون من المعسكر للنادي الاهلي اللي كان في الامارات. الصور دي قديمه، فنرجو الايضاح. وحتى هو محمد طاهر لو راح اكيد خد اذن من النادي الاهلي ومش هيروح لوحده، فما احناش عاوزين ندخل اللعيبه في حاله بلبله، عشان انتوا عارفين ان بعض المواقع بتتكلم باشياء غريبه وممكن تعملها اشعال نيران زي ما احنا بنقول. ونروح تاني لمشكله كبيره جدا، ان اعلام الزمالك وبعض الاعلاميين ولا لا بيتكلموا في نقطه مهمه جدا، وبيتكلموا في شيء غريب جدا، ان النادي الاهلي هو السبب نشر عقود اللاعبين اللي في نادي الزمالك. طيب هي لو هنجيبها بالتفصيل كده، هو النادي الاهلي ملوش اي صله ولا اعلامه ولا اي شيء. طبعا اتحاد الكوره النادي الاهلي مش في ود ما بينه وما بين اتحاد الكوره، وفي مشاكل، وغير كده ما فيش بينه وبين النادي الاهلي شيء ايجابي ان اتحاد الكوره يعطي للنادي الاهلي حاجه زي كده ينشرها. ده اول شيء. تاني شيء الجزيره. النادي الاهلي مقره اتنقل من فتره، ما عادش في الجزيره وبقى في مدينه نصر، وده بقى شيء معروف جدا، والاهلي لا يمس بنادي الجزيره بطرف من بعيد او قريب حاليا. ده الجهتين المفروض اتحاد الكوره او معنى صح العقود مسجله فيهم، نادي الجزيره وطبعا
اتحاد الكوره. طيب تعالى نبص لاعضاء نادي الزمالك. الاهلي مالوش صله باعضاء نادي الزمالك، او معنى اصح ما فيش عضو من النادي الاهلي واخد العضويتين. فالاقاويل ديت مالناش دعوه بيها، او معنى اصح ملهاش اي دلاله من الصحه.